اعملي مشروعك وانتي موجودة في بيتك وفي وسط ولادك، ان شاء الله هتكسبي ذهب. مش محتاجة منك غير دعوة من القلب ولايك للفيديو علشان تدعميه ويترفع، وطبعا شيري لكل حبايبك واصحابك، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان تتفرجي على كل الفيديوهات، وطبعا نبقى كلنا أسرة واحدة. الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن فطير شرقي يا جماعة، معمول بطريقة سهلة جدا، مفيش أسهل من كده. طبعا خلينا متفقين إن الحشوات بتختلف كتير، أنواع كتير مختلفة. تحبي تجربي النوع اللي انت تجربيه لو انت ست بيت عايزة تعمليه في البيت. لو انت هتعمليه هتعمليه في مشروع، طبعا بتبقي عاملة حشوات مختلفة حسب رغبة الزبون. عايزة أقول لكم هو مش مكلف بالمرة، وطريقته طبعا سهلة. بصوا بقى الفطير طري جدا ومورق، وعايزة أقول لكم بصوا واخد اللون عامل ازاي، وعايزه اقول لكم طعمه وريحته حلوه جدا. يبقى انا اديتك مفاتيح المشروع، وانت بقى على بركه الله كملي. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف الطريقه بتاعتها. طبعا يا جماعه عجنت معاكم الفطير قبل كده، في فيديو الفطير هثبته لكم في صندوق الوصف عشان اللي ما اتفرجش عليه يدخل بسرعه ويتفرج عليه من اوله لاخره. عجنت الفطير وسبته يرتاح، وهاجي هعمل الحشوه. بصوا عندي اقل يعني ربع صدر فرخه مقطعاه شرايح، واحط عليه شويه زيت، وعندي حوالي 4 صوابع من السجق. انا ما كانش عندي غير الكلام ده الكلام ده اللي قدامكم ده علشان اعمل بيه الفطير. جميل. يعني اقدر اقول لكم الافكار وانتوا بقى تقدروا تفكروا معايا. تقدروا تعملوها مثلا تونه، تقدروا تعملوها لحمه مفرومه تعصجوها، تقدروا تعملوا شاورمه فراخ او شاورمه لحمه، تقدروا تعملوها جمبري. شكلوا و... ونوعوا في الخلطات اللي انتوا حابينها او في الحشوات اللي انتوا حابينها. جميل. انا بقى حطيت فلفل الوان كده وقرن شط احمر على السجق وعلى شاورمه الفراخ ديت، لان انا كنت متبله صدر الفرخه دوت. جميل. وسبتهم طبعا لما استووا وطفيت عليهم عشان انا محتاجه ان هم يبردوا. جبت بقى عجينه الفطير وفردتها كده على الطبليه زي ما انتم شايفين. عايزاها تاخد معايا شكل مستطيل. عايزه اقول لكم يا جماعه دي اسهل واسرع طريقه فطير تعملوها. عملتها قبل كده معاكم وبعملها معاكم تاني، بس المره دي اللي هي فطير شرقي، اللي هي طبعا تبقى محشيه. احط بقى عندي الزبده، وتبقى الزبده بحراره الغرفه، ولا هي متلجه ولا هي سايحه. طبعا عشان الجو بارد جدا عندي فتحسوا انها متجمده شويه. هبتدي بقى اللي انا ابرمها او الفها او ارولها بالطريقه دي. بصوا بظهر صوابعي كده وانا بزقها فتتلف لوحدها. بعد خلاص ما عملت الرول ده، هجيب الطرف ده والطرف ده بعد ما اديله تبطيطه كده خفيفه. الطرف ده من هنا والطرف ده من هنا، وابتدي ان انا ابططها تاني. هنا بقى خلاص كده الفطير يعتبر اتعمل، بس هقسم اشوف كده انا هاخد كام فطيره. اقدر اعملها على فطيرتين اتنين، اقدر اعملها على 3، اقدر اعملها على 4، حسب الكميه اللي انا عايزاها. كل طبعا ما بتكبر تبقى الفطيره كبيره، وكل ما بتصغر تبقى الفطيره صغيره. عندي هنا الصينيه دي، احط كده واحده واسيبها ترتاح شويه. ودي الصينيه الكبيره، هاخد الكبيره احطها عليها وبرده اسيبها ترتاح. يعني هسيبها حوالي كده 10 دقايق ترتاح علشان اقدر افردها واقدر احط عليها الحشو. هنا عايزه اقول لكم ان انا فردتها وحطيت الحشوه ولميتها، بس طبعا التليفون فصل وانا ما اعرفش انه فصل. فجيت اعمل معاكم واحده تاني، برضو فردتها وحطيت الجبنه وحطيت الحشوه. عملت 2 سجق وواحده فراخ، احط عليها السجق وبرضو لميتها وبرضو التليفون فصل. بنلمها كده على بعضها يا جماعه وبنكورها وبنحطها في الصواني حوالي نص ساعه ترتاح بقى تماما، عشان لما اجي افردها بكل سهوله كده تتفرد معايا. هنا بقى بتحطي كده الزبده بتاعتك في ايديكي وبتبتدي ان انت تفردي الفطيره بتاعتك، وطبعا على درجه حراره عاليه جدا في الفرن بندخلها. شفتوا بقى اسهل ولا اسرع من كده؟ طبعا زي ما قلت لكم الحشوات دي حسب رغبتكم انتوا، تقدروا تنوعوا فيها زي ما انتوا عايزين. هفرد دي كمان، ودي تالت فطيره. يعني كيلو الفطير عمل لي 3 فطيرات. جميل. وعايزه اقول لكم ان الحشوه يعني يعتبر مثلا ربع صدر الفرخه والاربع الوحدات السجق دول، يعني لو احنا كلناهم كده خالص عادي مش هيقضوا حاجه، انما احنا ما شاء الله عملنا لهم اعاده تدوير، دخلناهم في اكله بقت يعني تقدر ان هي تكفي اسره كامله.
بصوا بقى الفطير من قريب، انا بس حابه اوريكم التفاصيل. وطبعا دي حجمها كبير جدا، الفطيره اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه، يعني اقدر اعمل من الكيلو اكتر من 3 فطيرات. انا بس حابه ان انا اعمل ال3 فطيرات علشان انجز، لكن اقدر اعمل